الجماجم المغربيه في متحف الانسان في باريس، واش تعرف عليهم؟ تبعني دوك تفهم. فرنسا لما دخلت مختلف مستعمراتها اخذت الجماجم ولا رؤوس السكان المحليين. مثلا في الجزائر اخذت رؤوس المقاومين لتثبت قوتها، خاصه ان المقاومين كما امثال شريف بوبغلا الله يرحمه اذاقهم المر في محاوله استعمارهم للجزائر. ولكن ايضا اخذت جماجم بعض الدول للدراسات الانثروبولوجيه مثل ما فعلت في المملكه المغربيه. وبدايه اخذ جماجم الاخوه المراركه كانت مع دخول الحمايه الى المملكه المغربيه اللي جابوها السلاطين العلويين. فقلت مع وصول المستكشفه او الرحاله كامي دو غاست اللي اخذت جماجم المسلمين المغاربه بنبش قبور المسلمين هذوك وداتهم معها الى باريس لدراستهم. وكان نتيجه ذلك هو الكتاب هذا اللي راكم تشوفوا فيه ليكران ماروكان. راهو موجود عندنا PDF واللي حنتكلموا بالتفصيل حول هذا الموضوع غدوه في اللايف تاع خونا سات سكاي. راني نطاقي لكم الحساب تاعو ان شاء الله غدوه على 8 بتوقيت الجزائر 9 بتوقيت اوروبا. حنديروا لايف حنفصلوا في الكتاب هذا ونتكلموا على محتواه باذن الله. تحياتي لكم.